قرية تنفيت عند قدم جبل المعسكر في ضواحي مدينة خنيفرة في منطقة الأطلس الكبير وسط المغرب. منعرجات ومناظر طبيعية وثلوج تبدو من بعيد في الربيع البارد هنا زاهية على القمم. الثلوج تركت بعد رحيلها على الطريق حفرا تتسبب في اضطراب في السير. هنا طاقم عربي يتعرض لحادث انفجار عجلة وتوقف إجباري لإصلاح العطب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مهام خاصة. أنا عادل الزبيري أقدمها لكم من قرية تنفيت في ضواحي مدينة خنيفرة في منطقة الأطلس في وسط المغرب. حلقتنا هذه نتحدث فيها عن سكان يقولون إن عدوهم لا يرونه يأتيهم شتاء قارسا جدا، اسمه باللغة العربية البرد، لكن السكان الأمازيغيين الذين يعيشون هنا يسمونه بلغتهم الأصلية أصميد. البرد القارس هو العدو اللدود الذي يطارده السكان في هذه المناطق بين جبال الأطلس طيلة فصل الشتاء، يرهقهم ماديا مع حطب التدفئة، ويتمنون أن يحصلوا على أفضل السبل وأرخصها لمجابهة هذا العدو غير المرئي. بعد حوالي 6 ساعات من الطريق 250 كيلومترا الوصول إلى مدخل قرية تنفيت. هنا يمنحنا السكان لبنا طريا وخبزا. على طول الطريق لا مطاعم ولا مكان للاستراحة إلا الفضاء الشاسع والبياض على القمم البادي في الأفق. قاربت الشمس مغيبها عند دخولنا قرية تنفيت، وبدأت درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيا. في منزل سعيد بابا من سكان تنفيت ومن أبنائها نتناول وجبة غذاء مغربية، كسكس، ومن بعده شاي مغربي نسترجع به بعضا من طاقتنا استعدادا لأول ليلة في قرية يزورها البرد القارس كل ليلة. البرد قاصح والإمكانيات ما موجودش، الحطب قليل وغالي. كنا نتمنوا لو أن التعاونية الخشب حتى هي عطاوها إمكانيات باش غادي تعطي السكينة والله باش تفيد السكينة في ذاك الحطب اللي ديال التدفئة. يقودنا سعيد 50 عاما إلى قمة تلة تطل على القرية الواقعة على سهل شاسع ومحاطة من الجوانب الأربعة بجبال عالية. قارس هو البرد هنا، أما السكان فيقولون إنهم متعودون عليه، وبرد الربيع خفيف الأثر مقارنة مع ما يأتيهم من برد شتاء. السنة قاصحة وقاصحة بزاف من الثلج ومن الشتاء، وكاينين الديور اللي انهاروا بسبب الشتاء والثلج، والسكينة حتى هي انهارت بسبب البرد القارس بزاف. واش نقول لك، هذا العام هذا ما عمرنا شفنا البرد اللي داز بحال هذا العام هذا كله. ولم يجد المدافع الدولي الاسباني سيرجيو راموس وكلمات الاعتذار لجماهير فريقه بعد خطب الى المدرب الصربي سينيسا ميهالوفيتش ونادي
يستعمل السكان هنا في تنفيت مثل سعيد آلة محلية للتدفئة مصنوعة من القصدير، وتتكون من جزئين: جزء يسمى بالكانون يضعون فيه الحطب ليشتعل ويدفئ المكان ويتم عليه غلي الماء، وجزء ثان هو أنبوب طويل يوصل الدخان الناتج عن احتراق الحطب إلى خارج الغرفة. السكان يشتكون هنا من قلة حطب التدفئة بعد استنزاف في الغابة. نخبر الإسكندرية الرهبانة بالامتناع عن جهاز الجوال أثناء الصلاة داخل. ما عندناش شي حاجة اللي تيخوفنا في البلاد إلا البرد. إلا البرد وقلت الموارد وقلت الخدمة، لأننا ما عندناش شي معامل، ما عندناش الطرق، ما عندناش شي حاجة اللي غادي سميتو في هذا الوقت ديال البرد. ينسج الليل خيوطه هنا في المكان، صمت إلا صوت احتراق الخشب في المدفأة التقليدية. يقودنا الحديث إلى أمور كثيرة عن تنفيت القرية الصغيرة وعن عادات الناس وعن تاريخ المنطقة، وسعيد يعدنا بجولة تفصيلية يوم غد في القرية. وادي أو مرج تنفيت هذه الخضرة تبارك الله. خصنا غير الحطب هو لان الالات اللي عندنا انتم تشوفوهم مصورينهم غير الالات ديال الحطب. ما عندناش شي حاجه ديال الطاقه ولا شي حاجه ديال لي كليماتيزور كما تيقولوا في المدن ولا شي حاجه، لان الضوء ما غاديش تقدر عليه لي كليماتيزور واخا ديروه سميتو ما غاديش يقدر عليه الانسان، لان المورد ديالو ضعيف، الناس ضعاف. اليوم الثاني للعربية في تنفيت، الشمس تدفئ المكان، النسوة بين الأزقة يقضين أغراضهن، والأطفال في لعب يعبرون به الوقت. معالم المكان هنا تبين تفردا في طريقة تشييد المنازل بالطين والتبن، وعلى الجدران تتدلى تحف من الزرابي أبدعت نسوة تنفيت في حياكة تفاصيلها. المنطقة في قيسة البرد إلا بنيتي في هذا البني العصري كتعطيك البرد، وقيسة الصيف كتعطيك السخونية، ولكن التقليدي كتعطيك في قيسة الصيف كتعطيك البرودية، وقيسة الشتاء كتعطيك السخونية. السكان في قرية تنفيت يستعملون منذ القدم، كما يشرح هنا زايد من سكان القرية، أسلوب عمارة فريد يمكنهم من جعل منازلهم كما يقولون دافئة شتاء وباردة صيفا. جدران المنازل التقليدية في تنفيت عرضها يصل إلى 70 سنتيمترا، والبناء يتم بتقنية دق التراب ليتحول إلى جدران، والسقف هو من خشب. علاش بناو بهذه الطريقة؟ لأن هذه المنطقة كيكون فيها البرودية بزاف وقيسة البرد، داكشي باش كيبنيو بهذه الطريقة هذه.